يا مساء الفل يا ولاد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده وصفتنا سهله وبسيطه جدا، وبمناسبه طبعا الشتاء وجو الشتاء، فاحنا عايزين ندفي بيتنا بحاجه حلوه قوي. وطبعا الحلويات حلويتها جدا في الشتاء، والناس بتحب الحلويات جدا في الشتاء. فاحنا هنعمل شويه كسكسي كده حلوين، ومش هياخدوا معانا ولا تكلفه كتير ولا مجهود كتير. ولو عايزه تعملي منه مشروع ومربح في بيتك هتعمليه حلو قوي وبيرمي معاكي وكويس قوي. تعالي النهارده احنا هنعمل الكسكسي البيتي بطريقه سهله وبسيطه، ومش هتاخدي فيها اي وقت، بالظبط 10 دقايق وهتكوني عاملاه. ولا هتعملي غربال ولا هتجيبي غربال ولا اي حاجه. انا معايا دقيق متعدد الاستخدامات. نسمي بسم الله ونبدا الوصفه بتاعتنا، ومش هجري الفيديو ولا اي حاجه، انت هتشوفي الحاجه قدام عينك بطريقه مبسطه، ومش هتاخد في ايدك وقت ولا مجهود. بس لو اول مره تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. تعالي يا قمر لما نشوف الوصفه بتاعتنا. انا معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. كيلو دقيق عادي جدا. هنجيبه هنحطه كده في مكان واسع. انا عملته في صينيه اللي هي الاستانلس دي علشان ما ياخدش معايا وقت كبير. انا جبت الدقيق، حطيت معاه رشه من الملح بتاع ربع معلقه من الملح بس. وهجيب شويه ميه من الحنفيه، ولا ميه دافيه ولا ميه ساقعه، من الحنفيه عادي. هجيب كوبايه من الميه دي، اول كوبايه انا هحطها على الدقيق. وهبتدي ان انا افرطه كده بايديا، مره على مره على مره، لحد ما اخلص كوبايه الميه اللي في ايدي، بالظبط بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده هجيب كوباية مية تانية. لازم تفرطيه كده بايديكي علشان ما ياخدش معاكي اي وقت. هبتدي ان انا اعمله بقى كده على بطن ايدي. هو كده خد معايا كوبايتين من المية. هبتدي ان انا افرطه كده على بطن ايدي. وبعد كده زي ما انت ما بتبسي الدقيق، هجيب الكبة بتاعتي وهحط فيها شوية بشوية، وهعمله بالكبة كده على طول. مش هياخد معايا اي وقت، هيطلع بالشكل ده كده اول مرة. وهحطه على جنب لحد ما اخلص الكمية كلها. بص الفرق بين اللي معمول بالكبة، وادي الفرق اللي بين اللي مش معمول بالكبة. نيجي كمان بعد عندك بقى اي قطعة قماش، عندك اي حاجة كده، ان انتي شاشة، طرحة، اي حاجة حطي فيها الكسكسي زي ما انتي ما شايفاه كده. وحطي هاتي بقى حلة على النار فيها مية مغلية، وحطي فيها الكسكسي ومصفى عليها. وبعد كده حطي الكسكسي ما يقلش عن نص ساعة، ده أول مرة. بعد كده هطلعه وهفرطه كده زي ما انتي ما شايفة، وهعمله كده بالطبق أو بمعلقة بأي حاجة قدامك. وهبتدي ان انا ابرده خالص، وبرده هبرده بميه، كوبايه ميه او كوبايتين ميه زي ما هيرمي معاكي. انا عملته برده بكوبايتين ميه. وبعد كده اول ما برد حطيته تاني في الكبه، رديته للمره التانيه. بصي بقى شكله عامل ازاي، جميل قوي، جميل بجد. وهحطه برده تاني في كيس المخده زي ما انا ما عاملاه. انا عملته في كيس مخده، ما عملتوش في شاشه او في حاجه. اللي عندك اعمليه. وحطيته كده في القماشة. وبعد كده رحت حطاه تاني في الحلة، وسبته المرة التانية دي، سبته حوالي برضو نص ساعة، وطلع بالألف هنا. أو عشان تعرفي بقى إذا كان هو مستوي أو مش مستوي، هتدوقيه بالمعلقة كده وتشوفيه طعمه عامل إزاي. لو لقيتي طعمه بيزورك، يبقى لسه عايز مرة كمان على النار. لو لقيتي طعمه اتبلع كده معاكي وما زوركيش كده وانتي بتاكلي منه، يبقى كده زي الفل. تعمليه بقى منه بالسمنه البلدي. انا عملته كده بحته سمنه بلدي، ورحت حطلك عليه شويه سكر بودر، وكمان حته قشطه، وحبه زبيب. بسم الله ما شاء الله، مش قادره اقولك على طعمه كان عامل ازاي. بجد حاجه كده في منتهى الجمال والشياكه كمان. والكيلو دقيق، عايزه اقولك على حاجه، كيلو دقيق كمان مطلع معايا حوالي 2 كيلو من الكسكسي. يعني الكيلو بيرمي قصاده كيلو.
يعني لو عملتي منه مشروع كويس جدا. احنا عندنا كيلو الكسكسي بيتباع اللي هو السوقي العادي، بيتباع الكيلو ب25 جنيه، ملوش اي لازمة، طعمه مش حلو خالص. انما البيتي بيتباع ب30 وب35 جنيه، وانتي ورزقك وانتي وحظك. حلو جدا، ولو عملتي منه المشروع دون هتكسبي منه. جميل قوي، وبجد حاجة في منتهى الجمال. ولو عملتيه لبيتك ولأسرتك برضو حاجة في منتهى الجمال، وما خدتش معاكي اي وقت ولا اي مجهود. في الكبة على طول كده مع ذرة ملح وخلاص، خلص الكلام. حلو قوي وبجد، يعني حاجة جميلة وطعمه خطير جدا. والناس اللي جربت البيتي غير السوقي نهائي. يعني الكسكسي البيتي ده حاجة مختلفة جدا عن اللي انت بتجيبيه من السوقي. بجد حاجة مختلفة جدا وجميلة قوي. وبألف هنا وشفا. لو أول مرة تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناة عشان يوصل لك كل جديد. معاكم يوسف من قناة أكلة وتكة.